العاصمة الثانية برعاية مجموعة محلات المحاسب لقطع غيار السيارات الصينية المحاسب سنتر الأستاذ أحمد المحاسب. للإعلان على الشاشة الإلكترونية العملاقة بنادي المهندسين على الكورنيش سامي باشا. امتياز وكالة الأوائل للإعلان، وكالة توداي للإعلان والتسويق، متخصصون في الحملات الإعلانية المتكاملة. مدارس براعم طيبة الأزهرية الخاصة، ندعو لصحيح الدين ومكارم الأخلاق. إيهاب أبو كليلة، المحامي بالنقد. مشاهدينا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. اخر حلقة بنودع 2014، يا رب 2015 تبقى على كل الامة الاسلامية وعلى كل المجتمع العالمي والمصري بألف خير ويمن وبركات، وكل سنة وكل مواطن شايفنا الان ومش شايفنا كمان بألف خير وبسلام. حصاد كثير لسنوات، يعني سنة بقد سنوات عشناها طويلا، لكن اكبر حصاد واجمل ما في هذا العام هو ان احنا بالفعل لنا رئيس منتخب. وهنشوف حصاد كثير جدا بوقفتنا 8 استحقاقات من يوم ثورة 25 يناير الى وصولنا في 2015 بعد سويعات قليلة ان شاء الله. الا ان احنا عايزين نقول كل هذه الاستحقاقات وجب على كل المجتمع انه يحصد هذا التعب اللي تعبناه طوال هذه السنوات ما بين مظاهرات واضرابات واشياء كثيرة جدا. 2015 ان شاء الله يكون عام سعيد علينا جميعا. خلينا النهاردة في خلال هذه الحلقة في العاصمة الثانية زي ما انتم متعودين بيكون عندنا بعض الموضوعات اللي بنناقشها سويا، لكن النهاردة لانه عام سعيد، عام جديد ان شاء الله علينا وعليكم، قررنا في هذه الحلقة ان نقول على كل الانجازات، بلاش الحاجات اللي كانت مريرة اللي كانت تعيسة للمجتمع المصري، خلونا نقول بعض الانجازات الايجابية في هذا العام. وطبعا من اهم الانجازات اللي احنا بنحسها هي محافظتنا العاصمة الثانية. النهاردة هيكون لنا رصد وحصد لأما ما حدث في هذا العام، لكنها كلها اشياء سعيدة. خلونا نكون مع بعض عبر شاشة الاسكندرية والعاصمة الثانية، لكن نشوف هذا التقرير الخارجي ونعود اليكم على الهواء مباشرة مع زميلي العزيز علي بسيوني، وايضا كوكبة من الضيوف. هيكون معنا طبعا الكاتب الصحفي كمال عوض، ويعني اهم الاشياء اللي استوقفته واسترعت انتباهه خلال هذه الفترة. بالاضافة كمان هيكون معنا المهندس عبد المنعم مسعود، يعني قيادة طبيعية شابة استطاعت انها تحقق ثقة المواطن البسيط بعيدا عن مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية، الا انه من خلال صدق واقعي ورصد مجتمعي قدر انه يوصل لقلوب المواطنين. تابعونا مشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة، العاصمة الثانية ثانية بثانية. العاصمة الثانية برعاية للإعلان على الشاشة الإلكترونية العملاقة بنادي المهندسين على الكورنيش سامي باشا. امتياز وكالة الأوائل للإعلان، وكالة توداي للإعلان والتسويق، متخصصون في الحملات الإعلانية المتكاملة. مدارس براعم طيبة الأزهرية الخاصة، ندعو لصحيح الدين ومكارم الأخلاق. إيهاب أبو كليلة، المحامي بالنقد. مجموعة محلات المحاسب لقطع غيار السيارات الصينية المحاسب سنتر الأستاذ أحمد المحاسب.
لقاء طبعا مضيفنا واحنا في ضيافه المهندس عبد الفتاح رجب اليوم. مساء الخير يا فندم واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، والحقيقه انا سعيد اني موجود، سعيد اللواء سعيد الفوال يعني سعيد اللواء سعيد الفوال. الحقيقه احتياج الناس وهي كبيره انها تكلم بعض، ده انا حسيته حاجه مهمه جدا. 73 يعني شخص والدنيا تلاهي، فهم هيلاقوا بعض بالليل ويتكلموا. يعني المساله تحتاج مننا اعاده تفكير للثقافه برضه. احنا يعني انا فاكر زمان كانوا بيحكوا على حد كان وزير اعلام مش انا، لما ودى امه اسكندريه. لا ما كانش في اسكندريه، لا ما كانش في اسكندريه، وداها في دار مسنين ورا نادي النصر في مصر الجديده في المحكمه. فاحنا كنا بنلوم عليه. النهارده وانا موجود هنا لا، ده هو عمل الصح، لان هي الدنيا شغلاه. هذا الاهتمام الانساني شيء مطلوب لكافه اطياف المجتمع، لذوي القدرات الخاصه، للي عندهم توحد، للمسلمين. فكره ان احنا ناخد بالنا من بعض دي فكره مهمه. مش هقدر اتكلم فيها كتير لان الكلام فيها صعب، لكن نتكلم على ايه؟ على المجلس التنفيذي عشان يبقى. بس مش هقدر اقول غير مبروك اللي هو طارق مهدي على حصولك على احسن محافظ في 2014. فرغم كل هذا النقد، رغم كل انا حد من اللي كانوا طول الوقت بينتقدوا، الا انه بيبقى برضه انا اقول بسبب الف مبروك. خلينا بس نشوف المهندس عبد الفتاح بيستكمل مسيره الوالد الحقيقه. يعني انا بتذكر، يعني مش عايزه اقول من كام سنه عشان ما اكبرش نفسي قوي، لكن نفس المشهد مع اللواء المحجوب في هذا المكان كان فيه افتتاح وكان فيه. النهارده انتوا بتعملوا ايه يا باشمهندس؟ هو الوالد الحقيقه فضل رئيس مجلس الاداره لحد من 5 سنين بالظبط، وبعدين من 5 سنين قال انا كبرت واخلي عبد الفتاح يخش مكاني. الحقيقه انا يعني بصيت لقيت ان الدار ما فيش شك ان هو كان بيدار من الناحيه الاداريه والتنظيميه والماليه والانسانيه بطريقه ممتازه جدا. وطبعا معانا محمد بيه عثمان هيقول لك ان الدار ده متميز على مستوى اسكندريه كلها. انا الحقيقه النهارده يعني بشرف بزياره الاخ الفاضل العزيز سياده الوزير المحافظ. وانا اصلي انت عارفه، انا ما اعرفش تعرفي الحته دي عنه ولا لا، شخصيه الانسان مختلفه خالص غير الراجل اللي بيجري في الشوارع لحد 3 الصبح دي. يعني احنا كنا ماشيين مع بعض دلوقتي، وفعلا الملاحظه دي مظبوطه. انا بحس ان الناس اللي هنا، دايما اقول للناس اللي بتشتغل معانا اعتبروا نفسكم ملائكه رحمه. يعني ناس كتير جدا من اللي موجودين معانا لما يزعلوا يقولوا الله انتوا مش عارفين يا جماعه انا كنت بعمل ايه او كنت موجود فين او كان ايه مركزي. فالحقيقه احنا بنحترمهم جدا وبنحبهم جدا. التنميه ماشيه في الدار بسرعه جدا. احنا جددنا غرف كتير قوي دلوقتي بنجددها كلها، جددنا البنيه التحتيه. والنهارده طبعا الحدث الكبير ان احنا الدور الفؤادي عملنا فيه قاعه اجتماعات ليهم مخصوصه، ان شاء الله تعجب حضرتك باذن الله. استاذ محمد، يعني اكيد الدار حضرتك جيت لقيته مقام كده، والتجديد كان في وجود حضرتك. تعقيبك وتعليقك، وانت تعلم ان هناك العديد من دور الرعايه في الاستثمار كده. هو اكيد طبعا انا في جزء بالمجان ولا لا؟ انا هنا بالنسبه للدار هنا ما فيش جزء بالمجان، لكن انا عندي في ظهرها في دار تانية فيها جزء بالمجان وفيها جزء منخفض التكاليف. فانا لسه كنت بتكلم مع عبد الفتاح بايه ان الفرق بين التكلفه هنا والجزء اللي هو منخفض التكاليف ما بيعوضش الخدمات اللي احنا شايفينها هنا. بالفعل انا منذ شرفت بالمسؤوليه كان جاي لي زياره من الوزاره، لما سالت وتفقدت الاماكن اللي هحب اخلي اللجنه تزورها، كان من اول الاماكن الدار هنا بالفعل. يعني ان شاء الله سياده المحافظ مش هقدر ابدا ان احنا تكون معانا من غير ما نتكلم في حاجات تانية في اسكندريه. نتكلم في حاجات مستقبليه. احنا شغالين في حاضر شغالين في انت مش بتدي ظهرك يا مهندس عبد الفتاح، بس هي كاميرا. لا هو اخويا. لا المساله. وعلى فكره بس انا لازم حضرتك تتكلم عن اللجنه، لان اللجنه وعيون اسكندريه عامله اضافه كبيره جدا جدا جدا. مهم. رصد شعبي. طب انا هقول على اللجنه. انا بس هبتدي بموضوع اخراني عشان الناس احنا هنجمل الكورنيش كله، مش هنجمله، هنعمل صيانه في المباني، لان حرام ان شكل اسكندريه واحنا عمالين نتكلم برضه في المباني التراثيه. والنهارده بيتاخد قرار في المجلس التنفيذي ان المحافظه هي اللي تصرف على الحمد لله. منين لفين يا فندم؟ من اول الجمرك للمنتزه لغايه المنتزه، اللي هو صيانه لكل العمارات. ما دام معانا فلوس في صندوق الاسكان نستطيع ان نعمل بيها جزء، ومش مكلف قوي
انما اعتقد انه بقى ملحوظ قوي ان البحر كل وممكن طبعا اتحادات الملاك ما تبقاش قادره على هذا الموضوع، ولو قادره مش هيدفع يعني برافو عليك. احنا بنختصر الوقت، ويمكن كان النهارده في كلام كتير على مسميات لشوارع لناس مهمه، سواء في القمه الاسلاميه كانوا طالبين تسميه، الدكتور عبد القادر حاتم، اسلام سيدي جابر اتفقنا خلاص اخيرا على الشارع، الله يرحمه الشهيد العميد محمد سمير، تخصيص اراضي لمدارس في اماكن مختلفه، تخصيص باكيات في سوق ال30 للبريد وللزراعه والتموين عشان نشغل، بدل ما احنا عمالين نجري ورا الناس في ميدان الساعه وفي شارع الساعه وهم يخشوا ونرجع تاني. يبقى انت لما تعملي خدمات والرجل تبقى هناك قد يقنع ده الاخرين. وهنعمل نفس الاجراء بالظبط في واول ما اخرج من التسجيل عشان هم مكونين مجلس تنفيذي في الموقف الجديد اللي هو ايه، يبقى فيه خدمات، يبقى فيه لحمه رخيصه، يبقى فيه مكتب تموين، يبقى فيه مكتب بريد، فالناس تروح هناك. في 100 مدرسه بالطاقه الشمسيه دي متبرعين، يعني لغايه دلوقتي وصلنا ل 40 مدرسه ان الناس تشتغل فيها، واحنا عندنا قائمه من 37 شركه. سيادة المحافظ، على الرغم من انه مش موضوعنا، بس هو حضرتك عندك مستشار غير مستشار واحد فقط؟ ما عنديش مستشارين. لا ده انا ما عنديش مستشار. لا انا حابه هذه الجزئيه لان هناك من يتحدث باسم حضرتك بشكل كبير جدا، وانا لو انا قلت للناس ما فيش مستشارين فمش هيصدقوا، لكن انا اعرف ان لا 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 خالص مش كده، ما تبصش ورا يا باشمهندس. لا 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 انا ممكن اقول اسمه كمان لان انا مش خايفه، لكن انا حابه الناس تعرف لان كذا حد كلمني وقال لي ان هناك مستشار يتحدث يعني باسم ويطلب من المواطنين تبرعات ومش هيعمل لهم مخالفات، فده يعني انا رافضه ده. انا كنت هقول لحضرتك على انفراد بعدين قلت ليه يعني. هو الفكره ببساطه حتى طب انا خليني اسمع، لجنه التنميه كلها تعتبر مستشارين ليس بالمفهوم اللي في ذهني. لا مش لجنه يا ريتهم لجنه التنميه يا فندم، ده لا يعني هو كان في انا مش عايزه اقول الاسم عشان ما نشهروش، احنا هنشهره يعني، فلكن كان في حد عمل مشكله في المحافظه وخرج بعد كده يتحدث باسم اللواء طارق المهدي، فانا ده اللي مش حباه. لكن يا ريت لجنه التنميه، لان لجنه التنميه كلها ناس متطوعه لم تستفيد من اي حاجه. انت عارفه عشان ما لو مسموح مره كده حضرتك تذيعي النقاش العميق القوي التفصيلي، لا هذا النقاش العميق التفصيلي اللي بيتم لمشاكل صغيره يمكن يوصل للناس قد ايه بنخش في تفاصيل صغيره عشان ننجح. لا لجنه التنميه اعتقد انها نموذج يتكرر، شارك بدل ما تتعارك، وده نموذج اعتقد انه يتعمم على مستوى مصر. هو باقي ايه؟ ان اللي داخل اي لجنه في اي حته يبقى مدرك انه داخلها لا هيحصل على مصلحه، قيمته في الاضافه اللي هو بيضيفها البلد. شوفي بقى ايه تساوي ايه انك تاخدي اي لان الناس دايما بتفكر في المكسب القريب القصير، لكن انت في يوم من الايام هتقولي انا كأمل صبحي عضو في لجنه التنميه بمفهوم ان انا موجوده بشارك برايي. فكرة هو دورها مهم جدا في غياب المجلس الشعبي المحلي، في غياب مجلس الشعب، لانها مشاركه مجتمعيه بدون اي هدف، والحقيقه فيها انجازات يعني. وانت حولتي كمان ايه؟ انت تباعا هتحولي كل المواطنين لجزء من لجنه التنميه. مفهوم ايه؟ بدل ما في جدل المحافظ بيراقب، لا ده في 5 مليون محافظ بيراقب، وده مقبول جدا وده مقبول يعني رؤساء الاحياء مش تعبانين من لجنه التنميه؟ لا هم سعداء ليه؟ لانهم كده بيراقبوا ناسهم، يعني بيراقبوا ناسهم. يمكن احنا ننزل على الصفحه هينزل 10 اسماء ب10 تليفونات بتاع الاشغالات نكلمه بدل ما نكلم رئيس الحي، ولما بعد مرتين 3 ما يعملش دوره نكلم رئيس الحي نقول له الراجل اللي عندك ده وحش ما بيعملش دوره. النهارده احنا بنهد عماره الراجل اسمه بالو في العجمي
ده فواضح يعني العميد خالد كشك شغال دلوقتي في العجمي، فواضح ان بالو ده كان شخصيه مهمه. زي سمسم زي سمسم. لو مش بتنزعج من كم الاتصالات والتليفونات الخاصه بلجنه التنميه؟ بالعكس، انا ببقى سعيد جدا باتصالون. يعني انا جاي دلوقتي في الطريق، اتصلت بيا مدام ساميه حتى، قالت لي ان في قالت لي ان في حاجه بتتهد الساعه 11 بالليل، وانا كلمت مدير الاداره الهندسيه هينزل المهندس النبطشي، قلت له ينزل الساعه 12، وابلغت تاني عن محل عامل اشغالات نزلت له اشغال، فده شيء جميل وشيء بيسعدنا. انا بقى اكتر شيء بيسعدني عاده المحافظين والتنفيذيين ورجال الاعمال يبقى لهم قواعد ومش عارف بروتوكول، لكن ما يحدث في لجنه بالظبط، ما يحدث في هذه اللجنه ان كل الناس وجه كريم بالظبط، واللي هو طارق كمان تعاملاته ابسط ما يكون، مش والله مش نفاق ولا اي مجامله، بقدر ما بالفعل التعامل بسيط جدا مع الصغير ومع الكبير. طبعا المظله الكبيره بتاعتنا اللي دايما بيجمع الناس ويتصل مهندس عبد الفتاح، بنشكره النهارده، بنشكر مهندس عبد المنعم، الدكتور الجوهري، كوكبه كبيره جدا. انا بس مش الدكتور شاكر، مش عايزه يفوتني حد، لكن الدكتور مكي، لكن طبعا سيدات المجتمع الراقي مدام ساميه حتاته، الدكتوره راويه بقطر، يعني نموذج جديد جدا، نيفين شوقي، يعني سياده المحافظ هو اللي بيذكرني الحقيقه، سهى العبد هشام، مهندسه هبه، كل الناس دي. لكن انا بدعوكم مش بالضروره نتقابل فين، ممكن نتقابل على وشريف بيبرس وعماد عبد الوهاب، مش بالضروره نتقابل فين، لكن ممكن نتقابل حتى على الكورنيش على فنجان قهوه كلنا. هي دي اسكندريه، وهو ده ما يطمح اليه المجتمع. النهارده مناسبه خيريه، لكن مناسبه ان انتم تتعرفوا على وجوه جديده داخل الاسكندريه لا يبغون غير مرضات وجه الله فقط. اشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين. العاصمة الثانية برعاية وكالة توداي للإعلان والتسويق، متخصصون في الحملات الإعلانية المتكاملة. مدارس براعم طيبة الأزهرية الخاصة، ندعو لصحيح الدين ومكارم الأخلاق. إيهاب أبو كليلة، المحامي بالنقد. مجموعة محلات المحاسب لقطع غيار السيارات الصينية، المحاسب سنتر، الأستاذ أحمد المحاسب. للإعلان على الشاشة الإلكترونية العملاقة بنادي المهندسين على الكورنيش سامي باشا، امتياز وكالة الأوائل للإعلان. عدنا مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره. طبعا برحب بالزميل الاعزاء علي بسيوني، كل سنه وانت طيب يا علي. وطبعا ضيوفنا الافاضل الاستاذ كمال عوض مساعد رئيس تحرير المسا، اهلا وسهلا بك كمان، كل سنه وانت طيب. وايضا مهندس عبد المنعم مسعود، كل سنه وحضرتك طيب. عام سعيد ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، في نهايه 2014 من العاصمه الثانيه، باسمي وباسم كل العاملين في البرنامج بنقدم التهنئه لكل الشعب المصري والشعب العربي والشعب الاسلامي وكل الناس، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يكون 2015 عام حصاد للتعب الكتير جدا اللي احنا عانيناه خلال الفتره اللي فاتت. نسمات دافئه بترسم خطوط النهايه لسنه مضت، وشعاع من الامل في الافق بيبشر بان السنه الجايه ان شاء الله بالعالمين ان شاء الله كل الناس تبقى سنه سعيده عليها. واتمنى ان احنا في البرنامج النهارده مع ضيوفنا الاعزاء والاستاذه امل طبعا ان احنا نبقى
نقدر نوضح لحضراتكم ان السنه الجايه ان شاء الله رب العالمين ممكن التوقعات اللي فيها ايه. وطبعا ما تم خلال 2014 ده يعني كلنا عشناه وهنعمل عليه ستريس بشكل ان احنا نقدر نقول الدروس المستفاده منه. اكيد. خلينا نسال بقى الاستاذ كمال عوض، وهو صحفي يرصد ويحصد ما يحدث في المجتمع بشكل كبير جدا. يعني اطلاله على عام 2014 كان في اخفاقات، كان في الم وكان في امل، لكن النهارده مش عايزين نتكلم غير في الامال. ابتسامه بس خير بقى. الابتسامه عموما الابتسامه والامل بتولد من قلب الالم. واذا كنا مرينا فعلا بالام خلال 2014 فده علشان نزرع 2015. 2014 احنا شفنا فيها بعض المتناقضات. يعني بدات السنه ببدايه محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي في قضيه التخابر، وما رضتش تنتهي الا ببراءه الرئيس السابق او الاسبق حسني مبارك من يعني مفيش فرصه ننبسط قوي يعني اخد بالك. نتعلم. ايوه نتعلم. انا بقول لحضرتك يعني احنا بنرصد الاحداث وكل حاجه فيها ايه. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه. كل حاجه فيما يحدث احنا مشينا في المشروع بتاعنا اللي رسمه الشعب المصري من 2013 في 2014 باصرار وبقوه وبطريق سليم. بدا بالاستفتاء على الدستور، تلا بعد كده الاستفتاء او انتخابات الرئاسه اللي جابت لنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. بصراحه احنا من اول ما جه الرئيس السيسي واحنا شايفين خطوات سريعه بتحصل سواء في السياسه الخارجيه ولو رصدناها هنتكلم كتير او في التحركات الداخليه، ولعل اهمها حفر او الاعلان عن حفر قناه جديده للمصريين. زي ما كنا بنقول قبل كده ان الرئيس اول ما جه راهن على رجال الاعمال وان هم هيمنحوه وطلب 100 مليار ما جالوش غير 7 مليار، انما لما راهن على الشعب المصري كانوا هم دول الداعمين وقدر يلم 64 مليار في اقل من 8 ايام. فاحنا برضو بنستخلص من 2014 ان الرهان على الشعب المصري اكيد، وان فرس الرهان في مستقبل مصر هو بمولاتها. واعتقد ان سياده الرئيس وصلاه الجزئيه دي كويس قوي 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 وبيشتغل بيها وبيشتغل ليها. خلينا ناخد بقى حاجه جميله. مهندس عبد المنعم مسعود طبعا عضو لجنه التنميه في اسكندريه والدينامو بتاع الناس. وكان انا عايز بس حضرتك ببساطه شديده جدا تقول لنا الفكره ببساطه بدات ازاي وعملتوا ايه ووصلتوا لحد فين وهتعملوا ايه ان شاء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع بتاع لجنه التنميه ده كان متوقع ليه ان هو يبقى حاجه يعني نمطيه وعاديه زي كل الاجتماعات اللي بنحضرها من عينه لجنه ثم لجنه منبثقه من لجنه دكاتره الجامعه ورجال الاعمال وهكذا. لكن الحقيقه اللي حصل غير كده ان حصل تفاعل شديد جدا، والفضل ليه بعد ربنا سبحانه وتعالى محافظ اسكندريه اللي هو طارق مهدي. لقينا ان هو في سبورت جامد، لقينا في دعم شديد جدا من سياده المحافظ في ان احنا نتحرك مع الساده التنفيذيين. من غير الدعم ده ما كانش يبقى لنا تواجد على الارض. هو عمل ده ليه؟ يمكن يكون انه لقى في جديه ولقى في امانه ولقى مصلحه، ولقى انه غياب المصلحه الشخصيه وكل واحد عايز يعمل عشان خاطر اسكندريه، ولقى فعلا ان في يعني عقول بتفكر فقط لمصلحه البلد وبتحقق ده على الارض. يعني عملتوا ايه؟ اعتقاد وقول وصدقوا عمل. يعني من الاخر ايه الانجازات يا فندم؟ الانجازات الحقيقه متعدده. احنا قسمنا نفسنا في 6 لجان، كل لجنه متخصصه بذاتها. في لجنه لشؤون البيئه اللي بشرف ان انا بخدم فيها، وفي لجنه متخصصه في المشاريع والاستثمار ازاله واوقات. عملتوا ايه؟ مش المشاريع مش اللجان، انا ضد اللجان دي قوي، انا ما بحبش حاجات اللجان. طب احنا في لجنه ايه؟ بص لجنه ايه عملتوا ايه؟ الراجل اللي في الشارع يحس ان حضرتك يعني هقول حاجه بس، الراجل الشارع هيحس قوي لما ما يلاقيش تاني
تاني يوم الزباله قدام بيتك. انا عايز اعرف حصل ايه بس في 14 يعني اللجان دي كلها عملتوا ايه؟ انا مش هتكلم على 14، احنا ابتدينا من شهرين. ماشي. فاحنا من شهرين اللي هو اخر 14 ده عملنا منظومه للجامعه المنزلي بتاعت القمامه مثلا في اسكندريه. وعملنا حاجه ثانيه اتعلمناها من المنظومه دي، هي قدره المواطن السكندري او المواطن المصري على الرصد. تمام. وانا عايز اتكلم في الموضوع ده الحقيقه، مش جاي اتكلم في القمامه ولا في الانجازات. انا هستاذنكم بس قبل ما نبتدي في القمامه وفي الانجازات، انا حابه اقول كمان خبر حلو قوي النهارده. اسعد حاجه في حياه اي اعلامي في الدنيا، وانا تحديدا لما يكون في استجابه فوريه لبعد الحلقه على طول يحصل ايه. طبعا. الاسبوع اللي فات عرضنا حاله، النهارده الحقيقه الدكتور محمود الكسباني رئيس هيئه التامين الصحي بسرعه اخذ الحاله وجاب لها يعني الحاله كانت صعبه 75,000 جنيه التامين الصحي بيعملها. هو حق الناس، لكن هو معانا على التليفون بنشكره ونقول له كل سنه وانت طيب يا دكتور محمود. مساء الخير يا فندم. دكتور محمود كل سنه وانت طيب. اولا بس وصلوا لنا الصوت كويس يا جماعه عشان مش سامعين الدكتور محمود. هنعود الاتصال بيه مرة تانية علشان نشكره، وعشان كمان نشكر دكتور علي حجازي. إن كان مشي من الهيئة فهو رجل محترم جدا، إلا إن احنا تواصلنا معاه كثيرا وقدم الكثير من الخدمات للتأمين الصحي. عودة مرة تانية بقى للإنجازات اللي عايز حضرتك يعني أركز عليه وألقي عليه الضوء جدا، إن احنا ابتدينا بالموبايل ده بنرصد القمامه في الاول كفكره عاديه خالص، يعني يا جماعه طب احنا عايزين نشوف فين الزباله، وحد يصور وبعدين نقول ونجري زي راجل المطافي الحق في زباله في الحته دي شيلها. فابتدينا باللعبه بتاعت الولاد دي، وفعلا لقينا نفسنا ان كلنا قاعدين بنلعب اللعبه دي كويس قوي، لكن القمامه كانت موجوده منتشره صحيح في كل مكان تشيل العربيه بتاعت استاذنك معلش يا باشمهندس انا تاني مره بقطعك، لكن خلونا ناخد دكتور محمود. مساء الخير يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. بداية كده ربنا يجعله في ميزان حسناتك الاستجابة السريعة. دكتور محمود بعد اذن حضرتك طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا للاستجابه السريعه، بس احنا بنتمنى في المرحله الجايه 2015 ان الناس كلها اللي عندها تامين صحي يبقى عندها نفس الاستجابه، وخاصه ان احنا في الحلقه اللي فاتت كنا يعني اكدنا ان الصحه مساله مش اختياري، يعني البني ادم لما بيبقى مريض ما بيبقاش باختياره. فاتمنى ان حضرتك منظومه التامين الصحي تكون اكثر جديه واكثر استجابه عشان المواطن السكندري المريض يجد عند حضرتك وعند حضراتكم كمسؤولين عن التامين الصحي السبيل لرفع المعاناه عنه. واحنا بنشكر حضرتك جدا عن حضرتك اتحركتم ووفرتم المبلغ اللي كان مطلوب للمريض اللي احنا تناولنا حالته الحلقه اللي فاتت. دكتور محمود ده ان شاء الله كده دايما موفقين، وقريبا تكون معانا عشان عندنا ملف كبير في التامين الصحي يا فندم. عندنا ملف قد كده يا فندم. من حضرتك ان هو في خلال الفتره اللي جايه المواطن السكندري اللي كان بيعاني ان هو محتاج زرع نخاع او زرع الكلى هو يسافر القاهره، الحمد لله احنا تم زرع النخاع في جامعه اسكندريه، والتامين الصحي تعاقد معاها على اساس يتم تحويل كل الحالات المستقبليه اللي هي بتتعمل في اسكندريه على حساب التامين الصحي. بشرة خير يا فندم، بس وعدنا على الهوا انك تكون معانا قريب ان شاء الله في العاصمه الثانيه او قبائل ساخنه تنورنا يا فندم. شكرا، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا محمود بيه. هنرجع مره ثانيه نخلي المهندس عبد المنعم بس نديله فرصه ان هو كنت بقول لحضرتك احنا بنرصد فين اماكن المشاكل، والمشكله هنا لو هي القمامه اللي ابتدينا بيها تدرجت لحد لما بقت الحدائد اللي موجوده في الشوارع عماره مخالفه، اي خطر في حته من كوبري كانت مثلا في محرم بيه هتقع، اتصورت بعد ساعتين اتشالت. حسينا بجديه حسينا بقيمه الرصد، وحسينا بقيمه السلبيه. يعني اللي حصل في لجنه التنميه دي الحاله اللي انا عايز اوصفها انه شارك وبلاش تتعارك. طيب احنا مش هنتعارك، لكن هنخلي عايز اكمل حته صغيره. اتفضل. احنا اتنقلنا في لجنه التنميه دي
من حزب الاغلبيه العام بتاع المصريين اللي هم يقدروا يعملوا حاجات كتير قوي ما بيعملوش وما عندهمش فرصه يعملوا، للحزب اللي مشارك فعلا على الارض ويلاقي التنفيذي بيساعده في ظهره. حاجه غريبه جدا، حلو جدا يعني تكلموا رئيس الحي انه يستجيب فورا ويحقق النتيجه لان هو عايز. بس ده بقى لا يجوز التعميم، في ناس بتوافق معظمهم هي في حدود امكانياته. فانا عايز اقول ايه، لما حضرتك بتحس ان انت كراصده او كمواطنه ليكي حق، الحق ديت مش مظبوطه، لازم تبقى كده، واللي يعملها ويرجعها في اصولها، يبقى انت ليكي دور، تحسي بقيمتك كمواطنه، تحسي بالامل ان ممكن دوت يتعمم بكره. وانا الحقيقه من هنا انا بقول ايه، ان مصر مليانه النموذج ده. يعني لو راحوا مثلا في المعادي وفي الزمالك ومصر الجديده في القاهره مثلا، كل الناس اللي بيسافروا وبيروحوا، مش بس المجتمع المدني، المجتمع المدني الراصد الجيد، المجتمع المدني اللي مش مطحون، مش كمان مش مطحون لدرجه ما هو الناس كلها بتجري ورا لقمه العيش والحياه. في فئه من الناس عندها يسر شويه في الموضوع ده وعندها وقت شويه تروح تقضيه في النادي، تروح مش عارف ده وقتها. لكن هو لو ادى ده لبلده شويه وادى شويه اكيد. خليني اسال بقى استاذ كمال عوض، يعني 2014 الحقيقه رغم الحريه والانطلاق في الصحافه، واحنا اكتر ناس استفدنا من ثوره 25 يناير كجهاز دوله تلفزيون، احنا بنقول كل حاجه، لكن انا ليا عتاب على الصحافه والاعلام، احنا وانتوا. الاعلام الالكتروني وكل واحد يقول لك انا صحفي. انت طب حضرتك صحفي فين يا فندم؟ انا صحفي، انا كتبت على صفحتي على الفيسبوك عندي 2000 مش عارف ايه. اصل انا طب يعني السنه دي يعني الحريه دي هنقننها انتوا كصحفيين واحنا كاعلاميين، وبعدين فجاه يقول لك في نقيبه للاعلاميين في اسكندريه. فين؟ انا مش قادره افهم. اذا كان احنا مالناش نقابه يبقى جابوا نقيبه قبل النقابه. انا من دول اللي عندهم 2000 وتعالى صح. انا مش هلومك ولا هلومها، انا بكتب ولكن اذا كنا هنوجه النقد، احنا ده مش سلخ ذات بقى. لازم نعرف ان ما استأسد الحمل الا عندما استنوق الجمل. صح. صاحب القضيه نفسه تهاون في قضيته. صاحب المصلحه قال انه بالفعل هيبقى فيها احكام غليظه جدا على كل من يدعي ان هو صحفي او اعلامي. نشوف يعني هي المساله يعني انا مع احترامي لاستاذي وزميلي يعني انا عايز هنا حضرتك في 2014 من شهرين عارفين قبل كده. احنا شكلنا هيبقى وحش جدا 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 بعد زياره رئيسه الصين لما تيجي الصين تشيل زميلتنا. احنا شكلنا هيبقى وحش قوي 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 لما مشاكلنا تتحل بايد غيرنا. صحيح. انت سيادتك احنا فين؟ المسؤولين عملوا ايه بقى؟ لما غيرنا هيجي يحل لنا قضايانا يبقى المسؤولين اللي احنا عمالين نمدح في جدهم هم فين؟ انا عايز الواقع ملموس، امسكهم في ايديا، امشي في شارع العين نضيف، اي ارتفاع يزال. مع احترامي الارتفاعات دي كلها والمخالفات دي كلها جزء فيها المسؤولين. طب لو كل واحد طبعا عرف يشوف واجبه وعرف يشوف دوره مش هتحصل المخالفات. احنا بنقول الفساد لا ده الفساد يا فندم. انا بعد اذن سيادتك انا هانتقل الى نقطه اخطر من كده، هاخدها من كلام دكتور كسباني اللي بقى في علاج هيبقى في اسكندريه وفي الجامعه. فين في الجامعه؟ في المستشفى اللي راح افتتحها رئيس الوزاره وتاني يوم ما اتفتحتش. لا وهو هتبقى فين يا فندم؟ فاكر يا فندم ده يعني انا هقول لك برضه من لجنه التنميه علي هستاذنك برضه الحاجه دي عملتها لجنه التنميه في فتره. الحقيقه انا كلمت المهندس عبد المنعم بالليل الساعه 1 بالليل، قلت له في شاب كذا كذا باشمهندس من دمنهور بيطلعوه من العنايه المركزه عنده حضرتك جراحه مخ واعصاب. يبقى 2014 كنت انا وانت ومش هتجيلنا 2015 حلوه نظيفه جديده جميله الا ربنا قال ايه؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شوف الحرف الباء ده ما قالش ان انا اشيل رئيس وزراء اجيب غيره، انما هو موجود. ولكن انا عايز ارد على حضرتك. اتفضل. بص يا فندم بعد اذن حضرتك يا استاذ كمال، طبعا استاذه امل اختنا الغاليه، مساله الاعلام يا جماعه ومساله مدعي الاعلام مساله اللي بيديله الفرصه ده الناس اللي بيستقبله.
يعني انا رئيس حي، انا محافظ، انا استنى يا فندم، اسمحي لي يا فندم. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطى له موهبه واعطى له دراسه واعطى له مهنه يمارسها. اسكندريه اوضه وصاله، مش عارف اسكندريه دي استنى يا فندم، انا دلوقتي معاك اكمل المعلومه. انا رسمي بقول لك انا لا الكارنيه ده مش رسمي. الكارنيه مش رسمي. اكمل كلام يا فندم، في تصريح مزاوله مهنه يا فندم. اكمل كلام بعد اذن حضرتك. النهارده اي حد بيقول انا صحفي، انا اعلامي، انا بمارس المهنه وعامل صفحه في الفيسبوك والناس بتخش لي والناس بتكتب لي والناس بتتابعني. المساله دي يا جماعه مساله من اخطر ما يكون، لان احنا النهارده ممكن يدخل لك معلومه معينه تعمل حاجه مشكله كبيره جدا نتيجه لان الناس اللي بتمارس المساله بتمارسها لمصالح شخصيه ورجاها ولا حاجه يا فندم. ببساطه يا فندم ببساطه انت لازم تتعاطي. انا هرد حضرتك في انا ما ردتش حضرتك. طب خليني ارد. انت اللي بتستقبله بايه؟ لازم اقول انا عايز اقول اللي انا عايز اقوله ايه؟ قواعد اللعبه يعني هقول لكم على حاجه من غير فلسفه عشان نبقى واضحين. اللي انتوا بتتكلموا فيه ده حاجه شبه ايه كده؟ شبه حاجه مثلا من 10 15 سنه كان ممكن نناقشها. لكن النهارده مع اللي حصل في ثورتين في 2011 اتعملت بالفيسبوك، وفي 2013 مع حركه تمرد اتعملت برضه من الشباب وعلى فيسبوك وبحته ورقه، يبقى احنا لازم نقف هنا ونشوف ان احنا كجيل احنا كبرنا. وانا بحسب نفسي منكم، احنا كلنا في نفس الجيل. لا يعني انا اولادي معلش، انا ابني عنده 15 سنه النهارده. مبرر يعني؟ لا مش ببرر، انا بقول واقع. يعني ثانيه انا بقول واقع. لا ثانيه انا ما بقولش فكرتي. لا انا ما بقولش انت النهارده، لا انت النهارده مع احترامي للصحافه وبتاع، لا في قطاع كبير قوي النهارده ما بيعملوش صحافه ومال لازم. مش عايز اقول لكم ان الموضوع دوت حاجه غريبه، الموضوع ده في العالم مش في مصر. هنفضل احنا في مصر عايزين نفهمه كمان 5 سنين، ده اختيارنا. يعني احنا لو جيل عايزين نقعد نحارب في طواحين الهواء وما نشوفش القطوره في طب ممكن اشتغل مهندسه؟ لا مش ممكن تخليك صحفيه. اشمعنى؟ هي دي مهنه اللي مالوش مهنه. انا عايز اقول لك لا بتشارك، انا عايز اقول لا بتشارك ولا نتعارك. هو الهندسه حضرتك الكتابه، انما الصحافه مع مش بالكتابه، دي حرفيه وعلم ودراسه. الصحافه مع تقدير الشخص ليها وبكل اصولها وبكل مثولها تم اختراقها تماما بالانفتاح الشديد جدا على النت. اي واحد النهارده مش من الكمبيوتر. طب انا اتعلم من على النت هندسه واشتغل معاك. معلش بلاش اللي بلاقي، خلينا ليه اشمعنى؟ خلينا الاول ليه بتسمح بده؟ انا النهارده من الموبايل بعد اذن سيادتك انا عارف الكلام ده شكلا ومضمونا. لا الصحافه مش مهنه لا الصحافه بعد اذن سيادتك الصحافه مهنه ولها تصريح مزاوله طبعا، وله من حق ان هو يدونه. انما اي حد بيدخل يبتسم باسم الصحافه بيضرني انا الصحفي الاصيل. هتعمل ايه عشان توقفه؟ ثانيه واحده هقول لحضرتك اي مسؤول ما يعملش مش مسؤول. انت يا فندم لا بياخد التصريح مني. لا انا مش بتكلم على انا بتكلم في المسؤول. انا بتكلم في ان اي حد بيجي يبتسم بيتكلم معاه محتاج ان هو ياخد تصريح يا بيه. اللي بيكتب وبيبان. لا يا فندم لا على فكره الجرائم الالكترونيه السنه دي تشتمني على الفيسبوك وخلاص. يعني كل القنوات القوميه ليها جرائم الكترونيه. عندنا دلوقتي هقول حادثه في اسكندريه جريمه الكترونيه وتجيب اللي كتب انت عارفها طبعا. بتجيب واحد من 10 من 10,000 من مليون من 100 من اللي كتبوا. هو انت عارف في كام ارتكل دول؟ هم دول اللي بيقولونا يا فندم. يا فندم احنا مخترقين. ايوه ما انا قلت لا احنا مخترقين من جماعات متطرفه وهتعمل ومن افكار متطرفه متفقين. وهتعمل ايه؟ احنا لازم يكون لنا عارف ليه استحاله؟ لان انا زي ما هو قال الاستاذ يا فندم انت اللي بتتلقى براحتك. يا استاذ الفاضل انا اقطع الى ميثاق شرف صاحبي لا يخضع له.
الصحافه انا باشمهندس عارف اعتراضنا كله ايه؟ باشمهندس اعتراضنا كله لازم تعملوا قواعد اللعبه بتاعت الصحافه لا عملنا لها جديده لان عليكم الحرب لا اللي عليك المستخدم نفسه دلوقتي بقى بيرفض اي حاجه يقول لك على النت لا يا صديقي دي غير موثوق يا صديقي الدقيقه بدا يفهم الناس. تسمعني لمده دقيقه، ممكن تسمعني حضرتك لمده دقيقه. حضرتك عملت خلط على وجهه نظري مش مظبوط. ممكن يكون عملت سعادتك احنا بنتكلم في نقطه بسيطه جدا، حضرتك بتقول لي تمرد وبتقول لي لا اي اكتيفيتي يا فندم اكمل مع يا بيه اكمل بعد اذن حضرتك. انت حضرتك قلت النت اكثر انتشارا، انا موافق. قلت لي 25 يناير وتمرد، انا موافق. لكن المساله حضرتك احنا مش بنتكلم في رغبه جماهيريه ورغبه مجتمعيه او رغبه بيتفق عليها الشعب المصري بجميع طوائفه، المهندس والدكتور والصنايعي والطالب وكل في طوائفه طلعوا عملوا تمرد. التمرد دول ما عملهاش 3-4 تنفار، لكن اللي انضم ليها واللي اقتنع بيها الشعب المصري. 25 يناير نفس الفكره اجتمع عليها الشعب المصري. لكن انا وعلي وكمال معترضين على التزييف، اسمعيني على التزوير. اسمعيني انا بتكلم هنعمل ايه حضرتك كمسؤول؟ لو حضرتك هي المفروض بيها تعمل كل مدعي الصحافه اللي معهوش كارنيه نقابه صحفيين ده يخضع الى مباحث الاموال العامه يا فندم. هي اللي تتعامل معاه مش انا. عارف في كام اي بي ادرس حضرتك في مصر؟ في مصر بس كام؟ 6 مليون و800 الف. جميل. اللي هو فعلا زي ما انا مش فاهم. انت بتقول ان اي حد منكم يكتب رايه زي ما هو عايز. انت حر وحضرتك لكن ما تاخدش مصدر، ما تقوليش خبر لانك بتسمعني لا يكتب خبر. يا بس يا تكوين انت بتخش النهارده انا هفترض انه بيكتب اخلص كلامي بس بس انا بقول لك سؤال. اخلص الجمله. سعادتك انت حضرتك مسؤول، انا باجي بقول لحضرتك انا صحفي، حضرتك بتديني معلومه بناقشك، باخد انا المعلومه دي اكتبها على مزاجي في الصفحه بتاعتي. احنا دلوقتي احنا الثلاثه بنتكلم في المساله دي، مين اللي ضر المساله؟ حضرتك كمسؤول ليه؟ انا قعدت اتفرج على امل صبحي وبعدين امل صبحي قالت كلمتين ما عجبتنيش، جيت على الصفحه بتاعتي انتقدتها. ممكن اسال سؤال؟ ممكن هيسال سؤال هاخد فاصل وبعدين نرد. ممكن اسال سؤال؟ يلا كلنا نشتغل كل شغلانه. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هب بقى حضرتك ان انت خدت من المصدر وانت حضرتك صحفي ورسمي وخدت مثلا من وزير تصريح او بتاع، وانا نقلت عنك التصريح من بوابه الصحيفه بتاعتك او من الجريده نفسها وخرجته من سياقه كامله خلاص، وانتقل بقى مني انا كسين لصاد وعين والف ودي. لكن مش مصدر، بس مش بنتكلم عنه خالص. احنا بنتكلم عن الفاصل احنا بنتكلم في بدايه الحوار وبعدين نرجع مره ثانيه. انا بس انا علي ثانيه واحده يا جماعه. طب ثانيه واحده انا عايزه اقول علي ثانيه واحده بس. عايزه اقول حاجه مهمه قوي. احنا مش بنقول الناس ما تقولش رايها، تقول رايها بمنتهى الحريه، لكن ما تدعيش انهم اعلاميين او صحفيين. وبعدين حاجه بقى غريبه جدا، كل اللي مالوش اي يا جماعه معلش مع احترامي للراقصه، الراقصه اصبحت مذيعه، فيعني ده يعني شيء صعب جدا علينا احنا عشان نطلع على الشاشه. كانت صعبه جدا، ازاي ده يحصل؟ نشوف بعد الفاصل. لازم نقف الثانية برعاية مدارس براعم طيبة الأزهرية الخاصة. ندعو لصحيح الدين ومكارم الأخلاق. إيهاب أبو كليلة، المحامي بالنقد. مجموعة محلات المحاسب لقطع غيار السيارات الصينية، المحاسب سنتر، الأستاذ أحمد المحاسب. للإعلان على الشاشة الإلكترونية العملاقة بنادي المهندسين على الكورنيش سرباشا. امتياز وكالة الأوائل للإعلان، وكالة توداي للإعلان والتسويق، متخصصون في الحملات الإعلانية المتكاملة.
نستقبل عام جديد عام 2015 نتمنى ان يكون عام الخير والامل، عام السلام لمصر والمصريين وتابع هذا الملف وامنيات المواطن المصري. يعني بنتكلم عن امنياتك على المستوى الانساني والشخصي لعام 2015 وامنياتك لمصر ايه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى باذن الله ان شاء الله يكون عام 2015 ده عام سعيد وعام امن وامان على مصر كلها، وان شاء الله باذن الله يكون يعني احنا في بدايه جميله قوي لرئيس السيسي بانجازاته اللي عملها في فتره قليله جدا. ان شاء الله باذن الله ايدينا بايديه وكل واحد يصلح نفسه اولا ثم ما حوله، وان شاء الله باذن الله تكون سنه جميله وخاليه من التظاهرات وخاليه من العنف وخاليه من كل ما يضر مصر، وربنا ان شاء الله باذن الله يقوي رئيسنا على انه على الحمل التقيل اللي عليه وعلى حمايه مصر. وعلى المستوى الشخصي انا بتمنى ان شاء الله ان انا احقق ذاتي، ان انا ابقى ناجحه في الكارير بتاعي. بتمنى طبعا ان بابايا ومامتي يبقوا بصحه وخير وسعاده، وبتمنى ان البلد تنتقل لمرحله متقدمه. شايفه ان شاء الله البلد هتبقى احسن في السنه الجديده دي، وان شاء الله هتبقى الدنيا احلى بجد. والشرطه بجد شايفاها عامله مجهود كويس جدا ان هي ترجع الامن للبلد بجد والشارع. اتمنى انه يكون عام سعيد على المصريين وعلى العرب، واتمنى فعلا من كل قلبي ان الدول العربيه كلها تتحد وتكون كيان واحد، وفعلا زي ما احنا سامعين وبنحاول نوصل ونامل ان تكون في جيش قوي جدا هو الجيش المصري، وهو يكون الدرع الواقي للدول العربيه كلها، لان احنا نعتبر مصر تعتبر العرب. امنيتي لمصر انها تكون احسن طبعا من 2014 2015، واتمنى ان البلد يكون فيها شغل طبعا للشباب، واتمنى ان تكون مصر احسن، ورئيس السيسي طبعا يكون افضل ما توقعنا اصلا يعني سنه 2015. بتمنى ان فعلا مصر تبقى للامن دايما، بتمنى الامان، بتمنى السلام، بتمنى كمان شيء مهم قوي للشباب. بتمنى الشباب، هو طبعا احنا شايفين الشباب عنده حماس جدا، ويعني زي ما بيقولوا ايه نازل بقوه وعايز ياخد كل حاجه بسرعه. احنا بنقول يعني ونشجعه كون واعي، كل حاجه هتيجي واحده واحده، ما تسيبش نفسك في اتجاه لوحدك، لازم يبقى في معاهم قيادات ذو كفاءه ذو خبره، لان احنا مرينا برضو بمرحله يمكن خبطنا شويه في بعض بين شباب بين مسؤولين بين شايفه مصر ازاي ان شاء الله في 2015؟ ان شاء الله باذن الله هتكون افضل، ان شاء الله هتكون افضل، وتقريبا احنا شايفين في شعاع امل داخل علينا، فعايزين نبتدي عام 2015 بصندوقه باوله ان احنا نكون فعلا ايدينا ايد واحده، ان احنا نمشي مسيره واحده، نطلع بمصر للامام باتحادنا. مش عايزين اي حد يعني يدخل بينا زي ما بيقولوا، لان احنا بنشاهد قوه خارجيه وقوه خارجيه متغلغله دلوقتي في مصر، فاحنا عايزين نكون اقوى من هذا التصدي، وان احنا نواجه هذا الاتجاه المصيب لنا. بصراحه في اتجاهات مش حلوه، لكن ان شاء الله هتمر مصر بسلام ان شاء الله وبامان، وان شاء الله 2015 هيكون الاخوه المسيحيين بنقول لهم كل سنه وهم طيبين، وكريسماس سعيد ان شاء الله على مصر كلها. انا امنيتي ان مصر تكون احسن دوله على مستوى العالم كله، وتكون في تقدم وازدهار، واحنا بنطالب طبعا بفرص عمل للشباب، واحنا مش عايزين حاجه غير ان بلدنا تكون كويسه، هو ده امنيتنا، لان طالما بلدنا كويسه احنا نعيش كويسين. نستقبل عام 2015 نتمنى ان يكون عام خير وسلام وامل وتفاؤل لمصر والمصريين، حفظ الله مصر، وتحياتي ابراهيم خليفه. العاصمة الثانية برعاية مجموعة محلات المحاسب لقطع غيار السيارات الصينية، المحاسب سنتر، الأستاذ أحمد المحاسب. للإعلان على الشاشة الإلكترونية العملاقة بنادي المهندسين على الكورنيش سراشة، امتياز وكالة الأوائل للإعلان، وكالة توداي للإعلان والتسويق، متخصصون في الحملات الإعلانية المتكاملة. مدارس براعم طيبة الأزهرية الخاصة، ندعو لصحيح الدين ومكارم الأخلاق. إيهاب أبو كليلة، المحامي بالنقد. طبعا
مشاهدينا مش هنقدر غير نقول ان كل النقاش ده مش اكتر من امنيات، ان احنا بالفعل طبعا احنا تعبنا لغايه ما عملنا اسمنا. كل واحد فينا في المجال الاعلامي تعب فعلا. كمال عوض ما بقاش اسمه كمال عوض كده بالساهل، لا بدأ من الاول. علي بسوني نفس الحكايه. امل صبحي سنوات يعني اشتغلت مساعد مخرج ومعده كل حاجه في الدنيا لغايه ما وصلنا ده. ما يجيش ناس ما لهمش اي حاجه يقول لك انا اعلامي. يا جماعه دي مش اعلامي، ده نقيب الاعلاميين يعني. ده مش اعلامي زميل حضرتك، لا ده لا نقيب بقى ادينا مع بعض. الحقيقه في بعض النداءات الاستاذ علي هيقولها، وبعد كده انا عايزه اقول 2015 هنعملوا ايه؟ اتفضل. يا جماعه طبعا انا بشكر جدا صديقي المشاهد اللي يعني بيتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان الورق اللي بيجي في القناه هنا واللي بيجي مكتبنا، ان المساله فعلا واضح ان في مشكله. انا بقدم رجاء باسم اهالي كينج مريوط للمهندس السيد محمد مديريه الطرق والسيد رئيس حي العمريه، بان شارع الكينج القديم اللي هو عمر المختار متكسر جدا، والشوارع الداخليه في منطقه الكينج وحشه زياده عن اللزوم، فارجوه يعني كان ناعم جدا وكان معمول الشارع كويس قوي، وبعدين اتعمل فيه مشروع صرف او كده واتدغدغ. في نداء تاني للسيد العميد خالد كشك رئيس لجنه الازاله والسيد رئيس حي المنتزه تاني، ان في عقار 801 الكورنيش المنظره تقاطع شارع موريتانيا. الشارع المبنى ده واضح ان هو عامل مشكله كبيره جدا، مساحته صغيره حوالي 120 متر وطوله 24 دور، ولما كمان اتهد تقريبا بشكل خاطئ بتاع الجرايد اللي هو كان تحتيه مات يعني توفى الله، وهم بيهدوا كمان وقعوا 3 بلكونات وطلع بعد كده 22 دور، وده على الكورنيش والمنظره يعني 801 الكورنيش في ارض خالد كشك. اخر حاجه طبعا في نداء للساده رؤساء الاحياء حي شرق وحي وسط بالتحديد، وانا عارف هم شغالين كويس قوي، والمهندس وسام سعودي، لان طبعا احنا شايفين ان ميادين اسكندريه كلها متحوطه بشمع وكل شركه حاطه اسمها ومفيش حد بيخلص المساله دي بقالنا اكتر من 4 شهور. اتمنى ان الناس اللي اتكلفت باصلاح الميادين كل واحد مش يعني فرحان بحاطط اسمه على دماغنا من فوق ينجز، لكن ينجز برجايه. خليني اقول لكم بقى على حاجه بسيطه من ضمن الحاجات اللطيفه جدا اللي ان شاء الله هنشوفها هذا العام، هو عوده المدفن الصحي بشكل يعني ان شاء الله. هيقول لنا المهندس عبد المنعم قبل ما نختم ايه المحاولات. احنا مش عايزين حاجه تيجي بالعافيه او بالعنف مع الناس، لا الامور لازم تيجي كده بشكل بالرضا من كل الاطراف. لكن خلوني قبل ما اختم بالمهندس عبد المنعم اخد زميلي العزيز كمال عوض ويقول لي بقى امنياته ل 2015. اتوقع مش امنيات من خلال الاستقراء ل 2014 ان نخرج من عنق الزجاجه. احنا دخلنا في عنق الزجاجه بقالنا حوالي 6 شهور، باذن الله على شهر 3 اللي جاي هنكون خرجنا من عنق الزجاجه باذن الله، وهنبدا ننطلق الى افاق التنميه، وده استقراء الواقع بيقول كده. احنا الاسبوع الجاي هيبدا تنفيذ قطار فائق السرعه، هتبدا تدخل مصر تشغيل الشباب عصر تاني خالص. تشغيل الشباب مشروع لا اخطر من كده اللي بتعد ليه دراسات في 2014 وهيبقى التنفيذ في 2015، ان مصر هتبقى سله غذاء العالم. مشروع دمياط طبعا دمياط اللي هو الصوامع. المشروع ده مشروع خطير جدا، ده بيرجعنا لعهد يوسف الصديق تاني، وهترجع مصر ان شاء الله تاني، وبيدينا امل في المستقبل افضل ان شاء الله. قبل ما نختم بقى المهندس عبد المنعم واخر حاجه بقى اللي انا بطلبها انحصار الفساد. يا رب كل ما تناقشنا فيه الاول عبد المنعم في مجهودات الحقيقه من قبل لجنه التنميه بطريقه وديه بدون وجود الامن، بدون وجود اجهزه نفسيه. عشان اشرح بس سريعا لان احنا وقت عشان اشرح للمشاهد الموقف اللي احنا حاجه من اللي بتاثر في اسكندريه جدا في ظهور صوره القمامه المنتشره جدا هو بطء رفعها من الشوارع. بطء الرفع بيجي منين؟ بيجي ان احنا عندنا 263,000 طن قمامه في ال3 مقالب المركزيه الزياتين ومصغير ومحرم بيه. ده بيتنقل يروح 135 كيلومتر بره اسكندريه بعد الحمام في المدفن الصحي. العربيه عشان تطلع 135 كيلو بتاخد 3 اضعاف الوقت ما لو راحت للمدفن اللي احنا دلوقتي بنحاول نرجعه اللي هو على بعد 54 كيلو.
بنتكلم على 54 كيلو و135 كيلو. اهالينا اللي موجودين في برج العرب اللي هم في الارض بتاعه المدفن بتاع البرج من بعد الثوره، يعني كانوا معترضين ومعهم قرار. وبعدين رحنا الحقيقه بصفه وديه وقعدنا معاهم انا والدكتور شاكر حلمي، وبعد كده اللي هو طارق مهدي برضه زارهم وقعدنا معاهم واتكلمنا. والنهارده اخر اجتماع كان موجود العصر اليوم، وقعدنا مع تقريبا 10 اسر من الممثلين هناك من ضمن 11 اسره. ال10 وافقوا بصوره ان شاء الله نهائيه على ان احنا نبتدي نشتغل هناك، وفاضل اسره واحده احنا مصرين برضه انا بشكرك جدا يا باشمهندس. زميلي العزيز كمال عوض، كل سنه وانت طيب. زميلي عزيز علي بسوني، عايز يا رب عليك. عايز اجيب حاجه في الاخر بس المخرج هيكسرنا. معلش حاجه خالص، ان احنا اللي هندفع البلد دي لقدام. المواطن العادي هو المالك، المواطن العادي هو سالم هذه البلد. اي حد يشوف حاجه في الشارع تستاهل انه يقول عليها عيب يقول، ما يسكتش، ما يطنش، ما يمشيش كده كأن البلد مش بتاعته ولا بتاع، ما يخافش، عايز ما يخافش. انا بس بشكر زميلي محمد مطوع هو اللي قدم اللي صور لنا التقرير الخارجي. بشكر على الهواء مدير التصوير احمد عبد الفهيم، كمان ابراهيم خليفه، وطبعا استوديو الهواء زملائي اللي ما اقدرش ابدا انساهم، حنان البدري، عمر البارودي، لكن اسره استوديو الهواء هقول اسماء كتيره قوي بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. انا سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. عايز اقول كلمه اخيره جدا. احنا خلاص بقيس قال اننا بحاجه الى الخيال كي نواجه تلك الكوارث التي تفرضها علينا الاشياء. نطلع بره الصندوق، الدنيا هتنور. 2015 ان شاء الله هتبقى سعام. مش هقدر اقول كده، هم بيقولوا لي ان اسره الكنترول بتقول لي انا كل سنه طيبه، لكن انا كل سنه لزمايلي احنا جايين في عالم مصر النهارده، فانت بتساوي تحيا مصر، تحيا مصر، انت كل سنه طيبين يا جماعه. عيد سعيد يا رب، عيد سعيد يا رب، سنه سعيده علينا كلنا يا رب. شكرا. العاصمة الثانية برعاية للإعلان على الشاشة الإلكترونية العملاقة بنادي المهندسين على كورنيش سراشة. امتياز وكالة الأوائل للإعلان، وكالة توداي للإعلان والتسويق، متخصصون في الحملات الإعلانية المتكاملة. مدارس براعم طيبة الأزهرية الخاصة، ندعو لصحيح الدين ومكارم الأخلاق. إيهاب أبو كليلة، المحامي بالنقد. مجموعة محلات المحاسب لقطع غيار السيارات الصينية، المحاسب سنتر، الأستاذ أحمد المحاسب.